السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في الجزء العاشر من قصة قناص المافيا. جرعة جديدة من الحماس والإثارة والتشويق. إلا كنتي باقي ما سمعتي الأجزاء اللي فاتوا غتلقى اللينات ديالهم في الديسكريبسيون. وبطبيعة الحال ما نوصيكش إلا عجبتك القصة ما تنساش دير لايك اشتراك وفعل الجرس باش يطلعوك الأجزاء الأخرين. ما نزيدش نطول عليكم كتر، نبداو القصة ديالنا. سد عينيك، حل ودنيك وعيش بخيالك. خليناها آخر مرة فاش وقف العميد يسلم على الناس اللي كانوا ورا الباريرات وما عطلتوش. من هاد الغوات جمعت السلاح طويتو خشيتو في الباليزة، هزيت الصاك وخرجت قبل ما ينتشر الخبر وتسد كلشي. سجلت الخروج من لوطيل بالوراق اللي كانوا عندي، حيت اصلا ما كانش كيهم. هاد الوراق اللي غادي بيهم كانوا كلشي مزورين. تحركت الطوموبيل اللي اصلا ما كنتش حاطها في هاد الشارع، حيت فكرت من قبل بلي غيتسد فاش غيدخل العامل. داكشي علاش حطيتها في شارع اخر مور العمارة. دخلت للشارع الاخر، طلعت للطوموبيل ديماريت وتحركت. شديت الطريق بلا حتى شي مشكل وبلا ما يوقفني حتى شي حد. بقيت غادي حتى ضربات 3 د العشيه. قربت نوصل لمدينه سان بيترسبورغ. قبل ما ندخل المدينه نزلت من الطوموبيل، مشيت على جنب الطريق وحرقت داك الوراق اللي كانوا مزورين. من بعد طلعت للطوموبيل وكملت الطريق. ما دازش بزاف وصلت للفيلا تقريبا كانت 4 د العشيه. دخلت طلعت لبيتي ديريكت بلا ما يشوفني حتى شي حد. حطيت السلاح ديالي في بلاصتو، رديت حوايجي كاملين في الماريو ودخلت ندوج. لبست حوايج مرتاحين وخرجت للبالكون، وبقيت كنتمنظر في الغروب مع الغابه الكبيره اللي كانت قدامي. كيطيح الظلام ومعاه بدا البرد كيتحرك. دخلت لداخل وانا نضرب على شي اوراق كانوا فوق المكتب ديالي، كان بحال الدوسي اللي تعطاني في الاول. عرفتها بلي شي مهمه اخرى. كان وقت العشاء قرب داكشي علاش ما قريتوش مزيان. وضربت غا على الوقت اللي كاتبين بلي خص تنفذ فيه العمليه، واللي كان هو قبل 3 ماي، يعني في شهر 5. حنا يلاه في 20 ابريل، يعني باقي تقريبا واحد 15 يوم. رديت الدوسي لبلاصتو ومع ضربات 9 الليل للطابلة د العشاء. لقيت كلشي مجموع، جلست نتعشى معاهم. بالنسبه لردة الفعل ديالهم كانت عاديه، من غير البوس اللي شاف فيا وابتسم وعطاني اشاره ديال جيم. سالينا العشاء، طلعت لبيتي، هزيت التليفون شعلتو، لقيتو عامر ابيلات وميساجات من اليسيا اللي كانت كتبكي فيهم. ما قريتش داكشي كامل، صيفط لها ميساج قلت لها اجي عندي. طلعت بيه وما جاوباتنيش. عرفتها باللي مقلقه عليا. كنت عارف بيتها فين جا. داكشي علاش خليتها ضربات 12 الليل وهدنات الفيلا وكلشي دخل ينعس، وانا نتم قاصد بيتها بالشويه. وصلت حدا الباب اللي كانت مسدوده، جبت واحد السلك وبالشويه بلا حتى شي صوت بديت معافر مع الباب ديال بيتها حتى حليته. كانت حتى هادي من بين التقنيات اللي كان كيعلمني ايفان ومتريزيتهم مزيان. حليت الباب ودخلت عليها، كانت متكيه في بلاصتها وكاتبكي. سديت مورايا الباب، فاش سمعت الباب تسدات دارت ولقاتني. صدمات، ما عطيتهاش فرصه فين تهضر. تلاحت عندها الفراش وبديت كنبوسها، ومن البوسان دزنا لحاجه اخرى بلا ما نشرح بزاف. فاش سالينا قالت لي علاش مشيتي وما قلتي لي والو. دزتها من فمها بوسه طويله وقلت لها باللي كنت في مهمه، ما صلحليش نقول لك. قالت لي وعلاش فاش صيفط لك ما جاوبتينيش. قلت لها باللي المهام ديالي سريين بزاف وما يصلحليش وانا في مهمه نبقى نهضر في التليفون، راه خص نركز. قالت لي باللي كانت باغا دوز معايا هاد اليومين اللي بقات قبل ما ترجع للقرايه لمدينتها اللي كتقرا فيها. داكشي علاش تقلقات. المهم بقيت معها حتى راضيتها وقنعتها وتصالحنا. قالت لي باللي غدا الصباح تمشي. صبرتها وقلت لها باللي دابا بامكاني نجي حتى لعندك فين ما كنتي. فرحات بزاف، دوزنا الليله بجوج. الصباح ضربتني الفيقه في بيتها مع 5 د الصباح. خليتها ناعسه وخرجت لبيتي، لبست حوايجي ديال الجرا وخرجت نضربها بشي جريه. مع خرجت من الباب مع بانت لي واحد الطوموبيل كانت واقفه بعيده شويه على الباب. كانوا دايرين بها 4 د الحراس. جوج كانوا شادين واحد الشخص اللي بسبب الظلام اللي كان مازال ما قدرتش نميز شكون هو. كانوا شادونو وكيطلعوه للطوموبيل. اصلا وصلت في المراحل الاخيره ديال هاد العمليه، داكشي علاش ما تعطاتنيش فرصه نميز شنو واقع. ورما طلعوه طلعوا معاه داك 4 د الحراس وتحركوا لبرا الفيلا. ما عطيتش الامور اهميه، حتى اصلا بحال هاد الشيء في المافيا جاري به العمل. مشيت كملت الجريه ديالي عادي كيما المره اللي دازت. دخلت دوشت ومع 9 هبطت للطابله د الفطور. لقيت كلشي جالس الا البوس وعبد الباسط.
استغربت شويه الصراحه، ولكن ما زالتش نسول حيت اصلا حتى الاخرين كانوا كيبانوا عاديين بحال الا ما ناقص حد. سالينا الفطور، جا عندي علي قال لي راه غنبداو نتحركوا شويه بشويه. قلت له صافي، راه الدوسي عندي لقيته في بيتي، ندرسو مزيان وكيما المره اللي دازت غنرد عليك فوقاش غنتحرك وكل شيء. قال لي شمن دوسي كتهضر عليه انت؟ واش ما قال لك عبد الباسط والو؟ قلت له لا ما قاليش. استغرب وما فهم والو، حتى انا بديت كنستغرب شويه. قال لي صافي انا غنهضر معاه ونرد عليك. طلعت لبيتي لقيت اليسي جالسه فوق ناموسيتي، نطت عندي وعنقاتني وبدات كتوداني حيت كانت غتحرك ديك الساعه. دزتها وعنقتها ومن بعد خرجات. من بعد مشيت جلست في البيرو، بديت كنقرا ونحلل داك الدوسي مزيان باش نفهم ونعرف ونقدر نخطط للمهمه ديالي الجديده اللي كانت هاد المره مهمه صعيبه، خصوصا انها غتنفذ برا روسيا. كانت مهمه في الصين واللي خصني نقتل فيها رئيس مافيا صينيه. باش نكملوا مزيان في الاحداث ديال القصه غنعطيكم معلومه مهمه اللي ما عرفتها انا حتى من بعد. فاش تفرقت مع علي مور الفطور، خرج للجرده وصونا على عبد الباسط قال له واش ما قلتي والو الاشراف؟ جاوبوا الاخر من التليفون قال له لا ما تقول له والو وخليه غير بيدق، غنضحيو به ككبش فيدان. شوف راه غتلقى واحد الدوسي ديال واحد المهمه في الكوفر فور اللي كاين في قاعه الاجتماعات، طابي الكود 18 44 62، خد داك الدوسي وعطيه له. وفعلا في الوقيته اللي كنت كنقرا انا ونحل الدوسي ديال المهمه الاولى، دخل عليا علي وقال لي غير انوي داك المهمه، غيتكلف بها شخص اخر، عندك مهمه اخرى اهم. خطف لي الدوسي اللي كان عندي في يدي وبدل لي دوسي اخر اللي كان جايبو من الكفر فور اللي في قاعه الاجتماعات. قال لي وراه عبد الباسط وصاك باللي اهم شيء. قبل ما يكمل هضرته قلت له عارف، اهم شيء السريه والاتقان. حرك راسو بقاه وخرج. حولت التركيز ديالي من المهمه الاولى للمهمه الثانيه اللي كانت في شكل وما فيهاش معلومات كافيه. اللي قريت هو انه خصني نمشي للمدينه الاخرى اللي جايه في الجنوب ديال سانت بيترسبورغ وكتبعد غير بشي 150 كيلومتر، وخصني نمشي قبل 22 في الشهر، واليوم كان هو 21. يعني اليوم ولا غدا خصني نمشي، وكاتبين باللي فاش غنكون تما غيجيوني معلومات كثر على مكان ووقت التنفيذ ديال المهمه من خلال واحد التولكي، يعني تليفون لاسلكي يعطيه لي عالي، وكاتبين باللي غيتم التزويد ديالي بالسلاح تما نيت، يعني بلا ما ندي لا سلاح لا والو. هادشي اللي كان مكتوب، ما كان لا تصويره ديال الشخص لا حتى شي حاجه ولا حتى شي تفاصيل اخرى. استغربت ملي قلت باللي يقدر تكون شي مهمه سريه، خصوصا فاش ما كانش البوس وعبد الباسط. قررت اني نتحرك مور العشاء لديك المدينه باش نصبح تما. مع التسعود نتعشى لقيت الطابله كئيبه عكس كيما كانت من قبل. كانت مرت البوس جالسه وايفان جالس في الكرسي ديال البوس، جلست حداه من الجهه الاخرى قبالت مرات البوس. بدينا نتعشاو، قال لي باللي هو اللي ولا مسؤول خلال الفتره اللي غيغيب فيها البوس. قلت له فهمت. قلت له باللي انا عندي مهمه وغنتحرك اليوم بالليل. ما عطيته حتى شي ديتاي وحتى هو ما سولش، غير هو قال لي باللي هادشي اللي واقع غريب شويه. قال لي البوس خلى له رساله باللي خلاه هو المسؤول في الفيلا ما يتحركش منها، حيت هما عندهم مهمه خطيره ومستعجله. هادشي عادي، ولكن اللي ما عايش هو انه هادشي كيقولوا له البوس مباشره، ماشي كيخلي له رساله. اصلا قبل مهام بحال هادو اللي كيكون البوس كيخرج فيهم براسو، كيكون اجتماع ديال الاعضاء للدراسه د الوضع، وهادشي اللي ما كانش هاد المره، وهادشي اللي جا غريب الايبان وصارحني به. حتى انا بدا كيدخلني الشك صراحه. مهم مور ما سالينا العشاء ما ضيعتش الوقت، هزيت ساكي اللي كنت جمعت فيه حوايجي والوراق والطولكي اللي خلالي عليه، ركبت الطوموبيل ودرت اللوكاليزاسيون ديال المدينه اللي عاطينها ليا، وتحركت من الفيلا تقريبا مع شي 10 و25 دقيقه ديال الليل. بقيت غادي شاد الطريق وتقريبا ضربت النص ديال الطريق وانا نسمع التخرشيش في الطولكي اللي كان محطوط في الكرسي اللي حدايا. هزيته وبديت كنسمع وهو يهضر معايا شخص ما كنتش كنعرفه. المشكل انه هضر بالدارجه حتى هو وقال لي فين ما كنتي غتكون في المدينه اللي قلنا لك قبل 4 العشيه ديال غدا، وتسنى اتصالي مره اخرى. هادشي اللي قال لي. مور هاد الميساج زدت عفطت، خصوصا اني كنت شاد لوتوروت. لما جات فين توصلت 12 الليل حتى كنت وصلت للمدينه. اول حاجه درتها هي شديت اوتيل، عطات الغرفه ديالي وتكيت نرتاح. الصباح فايق مع 7 هبطت فطرت وقررت نهز الطوموبيل ونضرب شي جوله في هاد المدينه. داكشي اللي كان فعلا، هزيت الطوموبيل وبقيت مساري شارع بشارع. كانت مدينه متوسطه ما كبيراش لديك الدرجه وفي نفس الوقت ما صغيراش، مدينه هادئه وشوارعها نقيين وخاويين. ما عرفتش واش كيكونوا هكا ديما ولا غير انا اللي كندور فيها في الصباح.
زدت حدا واحد الجامعة تما كانت كتبان كبيرة من برا، وجامعة قديمة غير من البني ديالها، كتبان جامعة عريقة. كانت مكتوب فوقها بالروسية جامعة نوفسبورغ الحكومية. اسم ساري مع دارت العشرة وهو يخدم الطولكي عاود هدر نفس الشخص قال لي مع 3 د العشية غتصيفط لك واحد اللوكاليزاسيون ديال واحد البلاصة خصك تكون واقف قدامها مع 4 د العشية. داكشي اللي كان. كملت الدوران ديالي ورجعت للوطيل مع وقت الغدا. بديت وبقيت في الغرفة ديالي كنتسنى توصلني اللوكاليزاسيون اللي قال خونا. مع ضربات 3 وهو يدير تليفوني طن، كان ميساج من نمرة ما معروفاش وفيه لوكاليزاسيون ديال واحد البلاصة. جمعت حوايجي وسجلت الخروج ديالي من اللوطيل، ركبت في الطوموبيل وقصت ديك البلاصة وانا مستغرب وما فاهم والو. كيفاش غنفذ هاد المهام وما عنديش سلاح وما عنديش معلومات كافية؟ وعلاش غير هاد خونا اللي كيقيديني وما عطينيش معلومات كافية بحال المرة اللي دازت؟ وكنسول راسي واش هاد المهمة عندها علاقة بالمهمة الخطيرة اللي قال لي ايفان. سيت بدماغي حتى وصلت للبلاصة اللي مصيفط ليا خونا، واللي كانت نفس البلاصة اللي كنت فيها بحينات قدام ديك الجامعة. كيتقال في الطوموبيل ومع 54 دقيقة سمعت تاني تخرجش في الطولكي هدر نفس الصوت مرة أخرى وقال لي عندك جامعة على يدك اليمين، قبلتها على اليسار مباشرة كاينة عمارة فيها 8 د لي زيطاج، غتبقى طالع في الدروج حتى للسطح، غتلقى تما سلاح شد بلاصتك، فيزي في اتجاه الجامعة وتسنى الأوامر ديالي. ما كنتش كنرد أنا نهائيا، كنت غير كنسمع. ومور ما قال هاد الهضرة مباشرة بديت في التنفيذ. نزلت من الطوموبيل اللي قررت هاد المرة نخليها قريبة ومباشرة قدام العمارة. دخلت لديك العمارة اللي ما كنتش عارف ديالاش أصلا، كنت كنحاول ما نثيرش الشبهة. تميت طالع مع الدروج وما وصلت للسطح ديال العمارة تغفر لي الله الذنوب. وفعلا لقيت تما سلاح اللي كان من نوع ديال الأد والفي ام. كانت باينة باللي السلاح يلاه تحط هنا قبل ما نجيب وقت قصير، حيت ما يمكنش يتحط بهاد الوضعية مدة طويلة بلا ما يشوفو شي واحد. شوية بشوية كيزيد الاستغراب ديالي، ومعاه كيزيدو التساؤلات في دماغي. واخا هكا كنت كنفد بلا ما نسول. شديت بلاصتي وفيزيت اتجاه الجامعة اللي كانت الساحة قدامها خاوية حتى الحدود 5 و15 دقيقة. عبرت سرعة الرياح بديك الشرويطة، حطيت الطولكي حدايا وبقيت كنتسنى. ومع 5 و25 دقيقة هدر خونا وقال لي ما بغيتش الخطأ، مع 5:30 غيخرجوا الطلبة من هاد الجامعة اللي قدامك. بيزي على الباب ديريكت، وفاش نقولك المواصفات الشخص وشنو لابس عرف بلي راه يلاه غيخرج من الباب. وانت تكلف وما بغيتش الخطأ، كنصر على هاد النقطة. داكشي اللي درت، عمرت السلاح وحطيت الزوم على الباب ديال الجامعة. مع 5:30 صدق واحد الجرس وبداو الدراري وبنات كيخرجوا، وبدات ديك الساحة كتعمر. تشتت شوية بالكم الهائل ديال الناس اللي كانوا كيخرجوا من ديك الباب، ولكن بقيت حاط الزوم على الباب وكنتسنى في التعليمات. وشويه وهو يهدر خونا قال لي بنت خارجه مع 3 د صحاباتها، هي اللي واقفه في وسطهم لابسه كسوه غوزيه. مع قال هاد الهضره مشات عيني ليهم ديريكت، حيت كانوا يلاه خارجين من الباب والزوم كنت حاطها على الباب نيشان. ارتفعوا ضربات القلب ديالي وانا كنحاول نركز الزوم ديالي على ختنا اللي كان شعرها مغطي وجهها. تحتلت شويه حيت كانت كتحرك وما بغيتش الخطا. هاد الوقيته زدت زوميت وتبعت الزوم لختنا اللي بان وجهها قدامي واضح مور ما ردات شعرها اللور. فجأة ودني ما بقيتش كنسمع منها نهائيا، داك الضجيج اللي كان تطفى فجأة. قلبي ديجا كان كيضرب في 90 ودابا وصل ل 180. دماغي خدم وبدا كيربط السيناريوهات فجأة، بحال الا شي حلقة مفقودة في القصة تزادت ووضحت الأمور. عرفتو علاش الخوت؟ كانت هاد البنت اللي قدامي واللي مطلوب مني انني نقتلها هي أليسيا. مباشرة عرفت باللي ما كاين لا مهمة سرية عند البوس لا حتى لعبة. قلت لي في دماغي الهضرة ديال علي فاش قال لي واش ما قالك عبد الباسط حتى لعبة. الهضرة د ايفان حتى هي رجعت للدماغ وبديت كنربط الامور مع المهمة ديالي اللي ما كانتش طبيعية. كيفاش مطلوب مني اني نقتل بنت البوس؟ مور ما الدماغ ديالي ديتيكتا هادشي معطل شوية، حاولت ننقذ الوضع. تبعت الزوم لأليسيا وشت الطريق اللي كانت غادا فيها. ساعة حضر خونا في الطولكي، غير هاد المرة كان معصب شوية. قال لي اش كتسنى؟ البنت قربت تخرج من منحى النظر ديالك. ما خليتوش يكمل الهضره، هزيت الطولكي ورضختو مع الصور ديريكت. طويت السلاح خشيتو في الباليزه وتميت غادي، ويلا باغي نخرج من الباب السطح باش نهبط وانا نتلاقى مع واحد خونا. ما فهمت والو، تلقيتو هاجم عليا اوتوماتيكمون شيرت عليه بالباليزه اللي كانت في يدي. طاكا هاو تم قاصدني بلا ما يقول حتى شي حاجه.
ما شدني مع جمعتها معاه بواحد ديريكت لني في ديريكت، شيت له واحد جوج كروشيات للوجه بلا ما يقاوم، نزلت عليه بالتصرفيقه للوجه خليته منشور. من الاول كانت باينه المعركه ما متكافئاش، غير خونا كان زاعم وصافي. ما كنتش باغي نزيد نضيع الوقت، حد ضيعته بما يكفي مع هاد خونا. زيت الباليزه وهبطت كنجري مع الدروج تحت الباليزه في الطوموبيل وركبت ومشيت في الاتجاه اللي كانت اليسيا غاده فيه. بقيت حاطه عيني على جنب الطريق وغادي بشويه حتى شفتها، كانت باقا مع صحاباتها. نزلت جريتها من يديها وتميت غادي بها للطوموبيل. صدمات مور ما شافتني قالت لي اشرف اش كدير هنا، اش واقع لا جارني هكا. قلت لها زيدي دابا تفهمي. ركبتها بزز وتحركت عافط بلا ما نقول حتى شي حاجه، واخا اليسيا فرعات لي دماغي بالاسئله. ومع وصلت للخرجه ديال ديك المدينه حبست الطوموبيل، هزيت كلامونيت من الكوفر وبديت كنضرب في البارشوك ديال الجلب ديال الطوموبيل. فاش فرشختو بديت كنتحسس بيدي من التحت، واليسيا كتشوف هاد الشي وكيزيد الاستغراب ديالها. بقيت كنقلب بيدي حتى طحت عليها، وهنا كنهضر على الجي بي اس اللي زارعين في كاع الطوموبيلات المافيا. قلعتها ولحتها وطلعنا كملنا الطريق. الصراحه ما كنت عارف ما ندير ولا فين نمشي، كانت باينه باللي واقع انقلاب في المافيا، والراس المدبر هو عبد الباسط اللي استغل الثقه ديال البوس. انني نمشي للفيلا في هاد الوقيته ما كانش افضل خيار، حيت مادام زعم عبد الباسط يدير هاد الانقلاب الا وهو معاه رجال صحاح سواء في الفيلا ولا برا الفيلا. الحاجه اللي ما كنتش فاهم هي علاش عبد الباسط دار هكا، ولكن هاد السؤال عرفت الجواب ديالو من بعد. وباش تبقاو غاديين معايا في القصه غنقول لكم دابا علاش عبد الباسط دار بحال هكا. ببساطه وبسبب الثقه ديال البوس، كان مطلع على جميع الصفقات اللي كيجريها البوس واللي كانت بمبالغ خياليه، وسبب الطمع وسبب انه كيشوف باللي البوس ضعيف وما يستاهلش هاد الشيء، واللي هاد الشيء ما كيضربش عليه البوس تماره وكيجيه فابور. وكان عبد الباسط كيعتبر راسو هو المؤسس المافيا مور ما كان اعتق البوس في الاول وهربو. داكشي علاش قرر يدير هاد الانقلاب. هادشي اللي عرفت من بعد. نكملوا دابا فين وصلنا، وكما قلت لكم كنت تالف وما عارف فين نرد بالراس. ديك الساعه قررت نشارك هادشي مع اليسيا، من حتى هي تفهم ويقدر يكون عندها شي اقتراح، وانه يكون جوج دريوسه كيفكروا احسن من راس واحد. خوت حتى لهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الجزء. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الجزء الجاي نكملوا رحله اشرف اللي باقا عمرها تشويق واثاره. اما دابا ما بقى عليا غير نقول لكم تهلاو.